بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن الدروس اللي نقدمها في ثانوية الرواد موضوعنا اليوم شوي مختلف، يتضمن شقين. الشق الأول شلون ندرس، والشق الثاني موضوع الامتحانات. يعني مثل ما أنت تقرأ وتدرس يوميا، نعتبر احنا فن. طالب المجتهد يعرف شلون ينظم وقته، كذلك إداء الامتحان أيضا فن. شرط أن تستوعب الحالة اللي أمامك. يعني أنا مثلا عندي امتحان وزاري، باكر راح أمتحن امتحان وزاري، فأريد أقرأ. المتعود الطالب من يجي يقرأ ياخذ من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب، ويشكو من عامل الوقت، ما لحق. زين، ما أحكي ويا زميلي، لا أحكي ويا زميلك، ما أستخدم الموبايل، استخدم الموبايل، بس بشرط أن تنظم وقتك. زين أستاذ شلون أقرأ؟ نفترض أنا عندي هسه هذا الموضوع، هذا الكتاب طليا قدامك، هذا الكتاب يا مادة هاي الأحياء، أريد أقرأها. أنا باكر عندي امتحان والوقت مالي ضيق، وين أروح؟ أروح إلى الفهرست، أجي فهرست الكتاب هذا موجود. من ضمن فهرست الكتاب شو ألاحظ؟ مواضيع اللي أنا بفتهمها أخلي عليها كلمة صح، والمواضيع الغير مفتهمها أخلي عليها علامة إكس. الطريقة القديمة بالدراسة أنه أبدي من أول صفحة بالكتاب وإلى آخر صفحة، راح يصير التركيز على المواضيع اللي بمقدمة الكتاب واللي بآخر الكتاب يجوز تمر عليها مرور الكرام أو ما تلحق تكملها. فأجي إلى الفهرست، أقول الموضوع الفلاني أنطيه صح، هذا مفتهمه. الموضوع الفلاني ما مفتهمه. جهاز دوران مفتهمه، أنطيه صح. الجهاز الهيكلي ما مفتهم، أنطيه خطأ. مو كل الجهاز الهيكلي، المواضيع اللي بيه مثلا رسم العظم، الجمجمة، الأطراف، غيرها، كذلك آلية التنفس، غيرها. أجي من المواضيع اللي أنا مركز ومتهم أنطيه صح، والباقي أنطيه خطأ. أبدي أقرأ، وين اللي عندي وين أشر كلمة خطأ، أبدي أقرأها مرة ثانية ومرة ثانية إلى أن أفهمها. وهكذا أستمر بالمادة بالمنهج إلى أن أكمل، وأسوي لها مراجعة مع الاعتماد على حل أسئلة الكتاب والأسئلة الوزارية. وبهذه الطريقة أنت راح تغطي المادة بشكل كامل. موضوع الثاني اللي ناخذه موضوع الامتحانات. يعني أنت من تروح الامتحانات تروح بدماغ مشوش. أنت راح تجيك 6 أسئلة، كل مادة 6 أسئلة، 6 نقول أسئلة. السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، السؤال الخامس، السؤال السادس. كل فرع، كل سؤال يتضمن 3 فروع، ألف وباء وجيم. إيش قد راح يصير مجموعها؟ مجموع الدرجة راح تصير عندك 180 درجة. أنت المطلوب من عندك الآتي: مطلوب من عندك تجاوب توصل إلى درجة 45، تاخذ قرار تنجح في كل المواد. زين، شلون أنا أجاوب بالامتحان؟ شلون ندرس؟ علمناكم الطريقة شلون تدرس. شلون جاوب الامتحان؟ نفترض أنا عندي هذا الدفتر الامتحاني، هذا هاي الصفحة الأولى من الدفتر أتركها. أبدي أقول هذا السؤال الأول، هذا السؤال الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس. جو الامتحان جو مرعب بالنسبة إليك، فالطالب يتعود من يجي إلى قاعة الامتحان وتتوزع عليه الأسئلة، رأسا تناوش الأسئلة، راح تصير عنده صلبة. زين، شنو الإجراء اللي أنا أسويه؟ الإجراء تترك، تجي الأسئلة تطلبها. إذا أنت جاب وياك مي أو وزعوا لك بطل مي وقاعة الامتحان تشرب مي، تأخذ فترة دقيقة أو دقيقتين، وراها ترجع تفتح الأسئلة. أول خطوة تقوم بها أن تقرأ الأسئلة بدقة. السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، الرابع، خامس، سادس. لا تحدد الترك. يعني مثلا مادة الكيمياء، الطالب أول ما يشوف المعادلات هذا لا أترك السؤال بدون ما يقرأها. فإحنا وصيتنا لكل طلابنا أنه أثناء الإجابة
يحاول أن يجاوب الأسئلة كلها ستة، لأن أنت يجوز باعتقادك أنه هذا السؤال ما فاهمه بس أنت فاهمه. أجي شلون أجاوب؟ أنا عندي قلنا 6 أسئلة. السؤال الأول وين أجي أنا أشوف السؤال الرابع فرع باء أو فرع جيم سهل. أجي عند الدفتر مالي راح أفتحه لأن نقسم الدرجات. أجي أقول السؤال الرابع الفرع الفلاني أجاوبه. أثناء الإجابة مالتك راح شو تصير؟ المعلومات تبدي تنمو عندك. أنت تتفاوت للأسئلة بها صعبة أو نوع من الصعوبة. أجي كملت السؤال الرابع، وين أجي؟ إلى السؤال الثاني، إلى السؤال الثالث، إلى السؤال الأول، وهكذا. والإجابة تكون بخط واضح وعدم الاستعجال. كملت آلي 6 أسئلة، 6 إي نعم 6 أسئلة جاوب، لا تحدد الترك. ورا ما كملت 6 أسئلة والفروع مالته، أجي السؤال اللي ما أريد أجاوبه أقول أشطبه، أقول عليه خطأ، أخلي عليه وأكتب عليه علامة ترك. وبهالطريقة هذه تبدي معلوماتك تنمو بالتدريج شيئا فشيء، وكذلك بقية المواد. هسه راح أعطيكم مثال مادة الكيمياء شلون يجاوب السؤال. يعني أنا مثلا يجيني سؤال نقول لديك العنصر X، هذا العدد الذري نقول 17. فأجب عن الأسئلة الآتية: 1 هذا يجي عدد الإلكترونات وين تكون بالغلاف الخارجي. هاي عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي. زين. ثاني عدد البروتونات. 3 الدورة. 4 الزمرة. وراء رمز لويس. 6 هل هو فلز أم لا فلز أم شبه فلز. وبقى عندي 7 التكافؤ أو العدد التأكسدي. شوف هذا السؤال من يجي يكسب الكيمياء شوفها طويل، الطالب شرجه رأسا يتركه. نجي الإجابة مالته، الإجابة مالته سهلة. هسه شرد من عندي قال لي العنصر ما اسم هذا العنصر آخر شيء، لا أقول لك 8 اسم العنصر. زين أنا عندي سؤال هذا شلون أجاوبه؟ طالب من يجي يباوح السؤال شوف السؤال مرعب، لكن الإجابة مالته بسيطة. فإيش أجي أقول أول مرة أقول هذا إكس، إيش قد العدد الذري ماله؟ 17. أبدي أكتب الترتيب الإلكتروني. شو نقول هنا؟ 1s 2 2s 2 2 بيش قد عندي هنا؟ 6. شو صار عندي هنا؟ 1 2 4 صار عندي 10. شو أقول 3s إيش قد؟ 2. 3 بيش قد راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 5. تمام. باو. أجي أقول هذا الغلاف الأول، هذا الغلاف الثاني، وهذا الغلاف الثالث. أجي هنا إيش قد عدد الإلكترونات بالغلاف الخارجي؟ أجي أكتبها كتابة. عدد الإلكترونات شو أقول بالغلاف الخارجي؟ يكون عندي 7. تمام؟ 2 5 إيش قد؟ 7. انتهت عندي ما تعرف. أرجع للطريقة القديمة. شو أقول؟ أقول الغلاف الأول إيش قد؟ 2. تمام؟ والثاني إيش قد؟ 8. لو نسيتوها هاي تكون اسمها. والأخير إيش قد راح يصير عندي؟ يصير 7. تمام؟ 2 4 6 نعم هذا السابع يصير 7. إذا الغلاف الخارجي عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي إيش قد؟ راح يصير 7. نجي نطلع النيوترون. النيوترون شو تساوي؟ عدد الكتلة ناقص العدد الذري أطلعها. زين هذا يا دورة، هذا العنصر يا دورة الدورة الثالثة. تبع